أزمة جديدة يبدو أنها في طريقها مع البرلمان الأوروبي، أو طرفيها هم البرلمان الأوروبي من جانب والحكومة المصرية على الجانب الآخر. بنقول لحضراتكم الكلام ده لأنه امبارح كان في توصية صدرت من البرلمان الأوروبي بتربط ما بين المساعدات أو المعونات الاقتصادية اللي بيتم تقديمها لمصر وما بين أداء حكومة رئيس الجمهورية وأيضا نظام حكم الإخوان المسلمين فيما يتعلق بالتطورات السياسية الأخيرة. عدد كبير من أعضاء البرلمان الأوروبي كانوا بيطالبوا بقطع العلاقات بسبب سوء أداء الفترة الأخيرة أو سوء أداء رئيس الجمهورية وحكومته. البرلمان الأوروبي يصوت بأغلبية ساحقة في جلسته العامة بستراسبورغ على مشروع قرار يطالب المجلس الوزاري الأوروبي والمفوضية بربط أي مساعدات مالية لمصر بمدى ما تحققه من ديمقراطية. مشروع القرار طالب المؤسسات الأوروبية المعنية باتخاذ مواقف قوية من شأنها وضع حد للانتهاكات التي تجري في مصر، بما في ذلك تصرفات الرئيس محمد مرسي التي تقود البلاد بحسب المشروع إلى طريق معاكس للديمقراطية. مشروع القرار اقترح أيضا تحديد أهداف المساعدة الأوروبية إلى مصر وتوجيهها لفئات ومجموعات معينة. مشروع القرار ملخص عكس قلق المؤسسة التشريعية الأوروبية الشديد تجاه تطورات الأحداث في مصر وعجز الحكومة في هذا البلد عن تلبية تطلعات الشعب في الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. أما التفاصيل التي سبقت التصويت فقد كانت أشد قسوة، فجميع الأعضاء بلا استثناء رأوا أن الرئيس محمد مرسي يقود البلاد نحو الهاوية السياسية والاقتصادية. الأعضاء نددوا بمحاولة الإخوان المسلمين إقصاء المرأة والأقليات الدينية والعرقية من الحياة السياسية، وأدانوا التعامل غير الأدمي مع المتظاهرين، وأعربوا كذلك عن تخوفهم الشديد من السعي المستمر لتحطيم المعارضة، كما أبدوا تخوفهم العميق من الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والحرية العامة. لا يمكن أن نشتري الديمقراطية من مصر ببساطة، لأن الإخوان يريدوا أموالنا لتنفيذ أجندة خاصة لا علاقة لها بالديمقراطية. إن الإخوان ومرسي هما أسوأ ما حدث لمصر. إنهم يخنقون الحريات ويهمشون المرأة والأقليات. ما نراه في مصر ليس ربيع عربي، وإنما شتاء شديد البرودة. الجميع في البرلمان يطالب بتجميد المساعدات المالية لمصر، أما أنا فأطالب بقطع العلاقات الدبلوماسية نهائيا مع القاهرة. ما يحدث في مصر غير مقبول على الإطلاق. بحسب معلومات مؤكدة فإن وضع حقوق الإنسان أسوأ بكثير مما كان عليه أثناء حكم مبارك. علينا أن نربط أي مساعدات مالية بملف حقوق الإنسان في مصر والديمقراطية، وألا نساهم بأموال دافعي الضرائب الأوروبيين في قمع الشعب المصري. الانتقادات شديدة اللهجة والجماعية التي صدرت من أعضاء البرلمان الأوروبي ورؤساء المجموعات السياسية لم تتوقف عند الأداء السياسي للرئاسة المصرية والحكومة، وإنما طالت أيضا الأداء الاقتصادي، حتى أن أحد أعضاء البرلمان توقع أن تصل مصر إلى مرحلة المعاناة الإنسانية لو استمر الأداء الاقتصادي بهذا الشكل. مصر وصلت إلى الحد الأدنى من احتياط العملة الأجنبية بسبب سوء الإدارة، استمرار الإخوان في محاولات اغتصاب السلطة والتضييق على المعارضة، ووضع دستور غريب أدى إلى هروب المستثمرين، الوضع الأمني بسبب القمع أدى إلى انهيار قطاع السياحة. أتوقع بعد عام من الآن أن الحديث لن يكون عن أزمة اقتصادية في مصر، بل سيكون عن أزمة إنسانية وربما عن مجاعة. أشتون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية الأوروبية المشتركة التي تعودت أن تقتبس دور الحكومة المصرية أمام المؤسسات الأوروبية وتدافع عن سياسة القاهرة الاقتصادية والسياسية، يبدو أنها بدأت تيأس من هذا الدور، واعترفت أن هناك أخطاء كثيرة في النهج المصري السياسي والاقتصادي، لكن ذلك بحسب أشتون لا يعني التخلي عن الشعب المصري في أزمته الحالية. موقف البرلمان الأوروبي الرافض للتوجهات السياسية والاقتصادية المصرية يعني ببساطة أن المجلس الوزاري والمفوضية لن يتمكنا من تمرير أي مساعدات مالية لمصر ما لم تعدل القاهرة من أدائها. مختارية بن نورين، شبكة تلفزيون الحياة، ستراسبورغ.